السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ناس الخير. اليوم جيتكم بحكاية جديدة، حكاية العنزات ثلاث. كان زمان في واحد القرى البعيدة ثلاث خواتات يسموهم فاطمة، جميلة، ومريم. كانوا يعيشوا في بيت صغير مع يماهم، وباباهم كان مسافر، وما كان عندهم من الدنيا غير بعض الأرض وقطيع من الغنم. وكي كانوا يخرجوا ليرعاو كانوا ديما مع بعضهم. يماهم كانت تقول لهم ديما وتعلمهم وتقول لهم: يا بنات، الدنيا ما تعطيش كلش، إذا بغيتوا تعيشوا في هنا لازم التعاون يكون بيناتكم. بصح بناتها ما كانوش يشوفوا الحياة بنفس الطريقة، وكانوا دايما يحتاجوا ويتنافسوا في كل شيء. من نهار لنهارات قررت الأم تخرج المدينة باش تعمل، وخلت البنات في البيت وقالت لهم: أنا غادي نخليكم في البيت وراعوا الغنم. وخرجت يماهم وبقاو البنات في البيت. بعد شوية جات فاطمة وقالت للجميلة: أنا نشوف العنزات يعجبهم الخروج للمرعى بعيد، نروحوا اليوم بعيد شوية. جميلة كما هي قالت: أنا منحبش نروح بعيد، نخافوا يتنكروا العنزات ونديروا مشاكل. بصح فاطمة كانت مصرة وقالت: لا، اليوم لازم نروحوا بعيد. شوف الطريق هذه رايحة توصلنا المنطقة فيها الحشيش الخضر والعالي، وراح نتلاقاو العنزات أكبر وأغنى. ومع إصرار فاطمة وافقت جميلة ومريم باش يروحوا. وراحوا البنات بعيد في الجبال وقطعوا المسافات الطويلة، وكل ما مشاو كانوا يكتشفوا مناظر جديدة وأماكن ماشي معروفة. وبعد مدة طويلة وصلوا لواحد المنطقة معزولة وفيها عشب، يعني حشيش خضر. شغل الأرض كانت تنبت ذهب. فجأة ظهر واحد الشيخ كبير في العمر، كان قاعد تحت واحد الشجرة قديمة. وكي شافهم قال لهم: أهلا وسهلا، شكون نتوما؟ واش ديروا هنا في هذا الجبل؟ قالت فاطمة: حنا بنات فلان، جينا نحوسوا على الحشيش. قال لهم الراجل: انتم تقدروا تجيبوا الحشيش، بصح في هذه المنطقة في شي غريب. في هذا الجبل الكل يدير كل شي مع بعضاه، ما تقدروا تفرقوا بين الأعمال. إذا تقاسمتوا الجهد ما تلقاوش الخير. البنات ما فهموش كلام الشيخ وكملوا طريقهم حتى وصلوا لبلاصة وين كاين الحشيش الخضر. كانوا فرحانين اللي صابوا هاد البلاصة. فجأة ظهرت عاصفة قوية ورياح شديدة، حتى العنزات هذوك اللي كانوا معاهم فزعوا وضاعوا تبحروا. بدات البنات تبحث عن العنزات، بصح كانت كل وحدة تحوس من جهة. فاطمة كانت تركض من جهة اليمين، جميلة كانت تروح من جهة اليسار، ومريم كانت تروح في المنتصف. ومع مرور الوقت اكتشفوا أن كل واحدة منهم تضيع في الوقت في مكان مختلف، ما قدروش يجمعوا العنزات اللي هربوا لهم. وفي النهاية
دركوا باللي الراجل الشيخ الكبير هذاك كان على صواب في كلامه، وكل واحد فيهم كان يحاول يعمل كل شي وحده وما تعاونوش، وفهموا أن التعاون بيناتهم هو الطريق الوحيد للنجاح. عادوا كيف كيف وجمعوا العنزات وقادوا قطيحهم للدار. كي رجعوا للبيت كانت يماهم تستناهم، قالت لهم: قلت لكم الدنيا ما تعطيش كلش إلا إذا تعاونتوا. شفتوا كيفاش لما ما تعاونتوش ضاعت العنزات، وكي توحدتوا رجعتوا مع الخير. العبرة من هذه القصة أنها تعلمنا أن التعاون هو السر الحقيقي في الحياة، وإذا كل واحد حاول يعمل كل شيء وحده يفشل، لكن إذا تعاوننا نجلب النجاح. السلام عليكم.